بنات كتير بعتولي وسابوا لي مسجات ليه تسيبي شغلك وده المنفس الوحيد لينا كستات، وان دي الحاجة الوحيدة اللي بنخرج فيها اي طاقة سلبية. اول ما شفت الكلام ده اتأكدت انه من بنات عمرهم ما نزلوا مجال العمل. تعالوا اخدكم معايا فلاش باك لاول شغل اشتغلته اول ما اتخرجت. اليوم اللي استلمت فيه شهادة التخرج هو كان اليوم اللي بمضي فيه العقد في المكان ده. اشتغلت في بنك ولكن كأوت سورس، ومش عارفة أقول تعبير عن الفترة دي غير إن هي أصعب وأسوأ فترة عدت عليا في حياتي. فكرة الأوت سورس في مجال البنوك لو ما وقعناش مع ناس محترمة وسوية نفسيا، الواحد بيتبهدل جدا. المهم إني بنوتة لسه متخرجة شايفة الدنيا وردي، للأسف متربية وفوق كل ده ساذجة جدا. أول يوم شغل ليا في سيدة استلمتني، قالت لي إن هي مديرتي وإن هي لازم تكون مصدر معلوماتي الوحيد، وأنا شغلي إني أسمع الكلام اللي هي بتقوله لي وخلاص، اعملي كذا اعملي كذا. المهم بعد فترة حسيت إن أنا في شغل ناس تانية كانت بتعمله أنا اللي بقيت أعمله، لدرجة إن هي شغلها أنا كمان بقيت بعمله. طيب بدأت أسأل طب أنا إيه شغلي؟ اتقال لي لأ، مش من حقك إنك تسأل، انتي هنا عشان تنفذي اللي احنا نقوله لك وبس. حسيت انه وضع غريب، ولكن زي ما قلت لكم كنت ساذجة جدا، وقلت العقد شريعة المتعاقدين، هي قايله لي من الاول ان انا بسمع كلامها وبس. مهما اوصف لكم ديت كانت شخصية نرجسية ازاي انتوا مش هتتخيلوا، ومهما احكي عن التدمير النفسي والعصبي اللي عشته في خلال سنتين اثناء شغلي معاها محدش هيستوعب. وخلينا اقول لكم ان انا بقول اللي ينفع انه يتقال. أكيد كلنا سمعنا عن الشخصية النرجسية وهي بتعمل إيه في الناس اللي بتتعامل معاها، فما بالكم إن أنا كنت بتعامل معاها يوميا. لما حسيت إن في حاجة غلط ابتديت إن أنا أدور. أكيد أنا مش جاية إن أنا أنفذ أوامر وبس، أكيد في جوب ديسكريبشن، أنا أكيد جايبين لي الوظيفة معينة. بدأت الغيامة من على عيني تتزاح حبة حبة، ولما ابتديت ان انا ادور واعرف فعلا ايه شغلي اللي هو كان عكس تماما اللي هي بتقولهولي وبتشيلني شغل ناس تانية، اولهم هي اتحولت لشخص تاني شرس، والله العظيم شرس. لما حد من زمايلي كان يكلمني على تليفون الشغل كانت تقفل السكة في وشهم، رفض تام ان انا حد يقول لي ايه وظيفتي او ايه شغلي او ايه الحاجات اللي المفروض ان انا اكون عارفاها، عشان ما يتقالش انه هي شاطرة في المجال دوت او عارفة شغلها كويس. وده بالظبط اللي حصل، عشان ربنا ما بيحبش الظلم ابدا. كانت في مواقف بتحصل لا اراديه، كانت بتطلع لبره الفرع نفسه ان انا اللي قايمه بالشغل ده وقد ايه ان انا شاطره. طب احنا ليه مش عارفين نوصل لك؟ احنا ليه دايما في حلقات وصل ده بين ادارات وبين الفرع عندي؟ في الوقت ده كانت بتديني كميه اهانات غير مقبوله بالمره. اي حد غيري واي حد مش ساذج كان المفروض انه يرد عليها ويحطها عند حدها، ولكن انا كنت بلجأ للي اكبر مننا. كان بيتقالي جملة غريبة جدا كنت بستغرب انه بيجي من حد كبير كده وشخص مسؤول. كان بيقول لي إن جالك الغصب اعمله بجميلة. ما كنتش بفهم ليه اعمل غصب اصلا، طب ما توقف الست دي عند حدها. ولكن بالنسبة لناس معينة مديرين بيبقى اهم حاجة ان الشغل يبقى شغال، الدنيا ماشية وخلاص. لحد لما جه وقت كورونا، الوقت ده كان المفروض فيه روتيشن وكان مش كل الناس بتنزل. لقيتها بتدي الناس اجازات وتخليني انا اشيل شغل ناس تانية. اهم حاجة ان انا ما اخدش اجازة وان انا مرتاحش. اهم حاجة ان هي كانت متخيلة ان انا جاية اخد مكانها، في حين ان هي لا من سني ولا شغلانة واحد. انا عمري في حياتي ما هاخد مكانتك، وانا بكلمكم عن واحدة بس في مجال العمل سيئة، فما بالكم بالكم اللي احنا ممكن نكون بنتعرض له يوميا. واللي كان مخلي عندي دايما تضارب ان انا لما كنت بشوف حد من زمايلنا يكلمها في اسلوبها وفي طريقة تعاملها معايا كانت بتقول انا بعملها زي بنتي. انا مستغربة ان هي بتتضايق من اسلوبي او بتتضايق من طريقتي، انا بقومها. وانا كان نفسي ان انا اقول لها ان انا مش جاية اتربى، ولكن تربيتي اللي انا في الوقت ده كنت ببقى متضايقة جدا ان انا متربية لاني مش عارفة اخد معاها لا حق ولا باطل. انجازا انا ليه بتكلم معاكم في الموضوع ده؟ عشان احلف لكم والله ان اي ست بتطلع في مجال العمل بتتعرض لكمية مشاكل وضغط نفسي وعصبي مش طبيعي. وزي ما قلت لكم انا حكيت لكم قصة واحدة بس نرجسية، فما بالكم بكمية المرضى اللي احنا بنقابلهم بشكل يومي. الست دي بسبب ان انا ما كنتش عارفة اخد معاها لا حق ولا باطل، انا في فترة كنت باخد مهدئات عشان اعرف ان انا اتعامل واتعايش. واللي كان بيخليني اني ما امشيش ان انا اقول ياه هو انا بعد الامتحانات دي واني وصلت اني موظفة في بنك اسيبه عشان خاطر حد مضايقني؟ يمكن اتنقل، يمكن ربنا يهديها. فاللي انا اتعلمته بعد الفترة دي ان اي حاجة تضايقني اقول لها لا،
وعمري ما اقبل ان حد يضايقني او يقول لي اي كلمة تجرحني. الكلام اللي انا بحكيه لكم اللي ينفع انه يتقال دوت حصل من اكتر من 8 سنين، ولحد اللحظة دي انا لم اتعافى من الست دي. الحمد لله رب العالمين، ربنا عوضني بناس افضل منها كتير جدا في الشغل، سواء في المكان ده او في اماكن غيرها. ولكن كمية الصدمات اللي انا اخدتها، واحدة لسه متخرجة وتقابل شخصية بالمنظر ده، انا لحد اللحظة دي لم اتعافى. وفي أي لحظة أنا بفتكرها فيها ما بقولش غير ربنا يجازيها بما تستحق ولها من الله ما تستحق. أنا مش مسامحاها لحد آخر يوم في عمري. فاللي حابة أقوله إن بنسبة كبيرة جدا من البنات ما بتخرجش عشان تبقى strong independent woman، ده بيبقى عندهم ظروف هي اللي بتدفعهم لحاجة. الشغل لينا عمره ما كان راحة. انتوا حكولي على أصعب مواقف حصلت لكم وانتوا شغالين، وإيه المواقف اللي خلتكم تقولوا إحنا مش هنشتغل لو آخر يوم في عمرنا. أتمنى ليا وليكم كل خير، وأشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.